السلام عليكم، صباح الخير. الساعة دلوقتي 7 وانا صاحي يعني الفجر الحمد لله، ولكن ما لحقتش اقعد اذاكر بعد الفجر لان كنت نايم متأخر. ولكن يعني دلوقتي الفجر والحمد لله، ودلوقتي كتبت التاسكات اللي علينا وقرأت اذكار الصباح. فالمفروض يعني ان احنا ورانا مذاكرة كتير، فيلا بينا نبدأ المذاكرة. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا. الساعة دلوقتي يا جماعة الساعة 9 وانا ورايا درس دلوقتي، فان شاء الله هنزل اروح الدرس، ولما نيجي بقى ان شاء الله نشوف ايه اللي ورانا ونكمله. فيلا بينا. عاد اليكم من جديد. انا دلوقتي رحت الدرس وجيت فطرت الحمد لله يعني. ودلوقتي انا عاوز اتكلم معاكم عن صلاة الفجر. ان صلاة الفجر يا جماعة هي عمود اليوم اللي هتبني عليها بقى بقيت كل حاجة في يومك. يعني اولا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بورك لأمتي في بكورها. 2: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. 3: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، والمقصود بين صلاة الفجر. 4: ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولو اتكلمنا كتير عن صلاة الفجر والأحاديث فمش هنخلص. ففضائل صلاة الفجر كتيرة جدا، وزي ما قلت لكم مش هنخلص لو اتكلمنا عنها. فلازم انك تصحى تصلي الفجر، لان هي حاجة يعني عمود يومك، وهي اللي هتبني عليها بقية يومك. يعني انا النهارده ممكن يعني لو شخص مركز معايا يقول لي: انت يا عبد العزيز اذا كنت انت النهارده صاحي الساعة 7، يعني ممكن تكون صليتها الصبح وما صليتش الفجر. لا الحمد لله، نايم متأخر، نايم حوالي الساعة 2:30 داخل على 3 كده. عملت المنبه على الفجر وصحيت صليت وما لحقتش اجي اقعد، فنمت كملت لحد الساعة 7. وانت برضو لازم انت تعمل كده، حتى لو مش لاحق تصحى حاول تصحى تصليها، حتى لو مش هتلاحق تنزل الجامع، المهم حاول تصليها في ميعادها، وده افضل حاجة يعني. بس احنا بنقول ان لازم صلاة الفجر في جماعة. من صلى صلاة الفجر فهو في ذمة الله، ومن صلى صلاة الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، برواية تانية يعني. فلازم انك تصحى تصلي الفجر. فصلاة الفجر مهمة جدا، وده بس اللي كنت عاوز اوصله لكم. مهتم بالمحتوى بتاعنا، متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وبس كده.